90% من الناس اللي تبدأ تتعلم برمجة بيضيعوا وقتهم في أول شهور، وده مش لأنهم مش شاطرين، لكنهم بيقعوا في نفس الأخطاء اللي كلنا وقعنا فيها في البداية. أنا أحمد حتاتة، وجاي أقول لك على أخطر 5 حاجات بتضيع وقت أي مبتدئ في البرمجة، ولو بعد الفيديو ده طبقت النصايح اللي هقول لك عليها هتتعلم أسرع من ناس بدأت قبلك بكتير. فخليك معايا وكمل الفيديو للآخر، لأن النصايح دي هتوفر عليك شهور من التعب واللخبطة. أول حاجة، ابدأ بلغة واحدة. أول حاجة لازم تعرفها، ما تتعلمش كل لغات البرمجة مرة واحدة، لان ده بيشتت دماغك تماما. ركز على لغه واحده بس وافهم اساسياتها كويس، زي الفاريبلز والفور لوب والوايل لوب والفانكشنز، وبعد كده تقدر تحول على لغات تانية بسهوله، زي اللي بيحاول يتعلم 5 لغات بشريه في نفس الوقت. طبيعي يتلخبط. هديك مثال بسيط علشان الصوره توضح اكتر. لو بدات مثلا ببايثون، ركز عليها لحد ما تفهم منطق البرمجه بتاعها كويس. بعد كده لما تروح للغات تانية زي السي بلس بلس او الجافا سكريبت، هتلاقي الدنيا سهله جدا. جرب وقول لي تحت في الكومنت انت بدات بايه. تاني حاجه، لازم تمارس البرمجة يوميا. البرمجة زي أي مهارة في الدنيا، الممارسة اليومية أهم من أي حاجة. حتى لو نص ساعة في اليوم أحسن من 3 ساعات مرة واحدة في الأسبوع. بالظبط زي لعب الكورة، لو لعب نص ساعة كل يوم أحسن من اللي بيلعب 3 ساعات في الأسبوع مرة واحدة. اكتب كود كل يوم حتى لو بسيط جدا. جربها من النهاردة وارجع بعد أسبوع وقول لي حسيت بفرق ولا لأ. تالت حاجة، اتعلم تبحث عن الحلول بنفسك. خدها قاعدة كده يا صاحبي، مفيش مبرمج بيعرف كل حاجة. أهم مهارة لازم تتعلمها إنك تدور على الحل بنفسك. واجهتك مشكلة؟ افتح جوجل، شوف ستاك اوفر فلو، اسال تشات جي بي تي، او دور على فيديوهات تشرح لك المشكله دي. المبرمج الشاطر مش اللي حافظ كود، المبرمج الشاطر هو اللي بيعرف يدور صح. وافتكر، اول مره تحل مشكله بنفسك هي اللحظه اللي فعلا تبدا تبقى مبرمج. رقم 4، إياك والسرعة. ما تستعجلش. مش مهم تخلص الكورس بسرعة، المهم تفهم كل خطوة فيه. زي اللي بيتعلم يسوق عربية، مش هيمشي بسرعة غير لما يتعلم كل الكنترولز اللي في العربية دي. نفس الكلام في البرمجة، لو فهمت المنطق مش هتحتاج تحفظ لأي كود. لما تكتب كود اسأل نفسك، الكود ده بيعمل ايه؟ وليه انا كتبته كده؟ لما تبدأ تفكر بالطريقة دي، البرمجة بالنسبة لك هتكون متعة مش وجع دماغ. رقم 5، الصبر والاستمرارية. وآخر نصيحة ودي أهم واحدة، الصبر ثم الصبر ثم الصبر. كل مبرمج ناجح مر بمرحلة كان حاسس فيها إنه مش فاهم حاجة خالص، لكن الفرق الوحيد إنه ما استسلمش. خليك ثابت حتى لو نص ساعة كل يوم، ومع الوقت هتلاقي فرق كبير جدا في الليفل بتاعك. طريق طويل، بس كل خطوة بتاخدها النهاردة هتشكر نفسك عليها بعدين. ودي نصايح كنت أتمنى حد يقولها لي لما بدأت أتعلم برمجة. لو الفيديو فادك ما تنساش اللايك والاشتراك والشير وتسيب كومنت تحت. وبس كده، يا رب يكون الفيديو فاتكم. كان معاكم أحمد حتاتة، وإن شاء الله أشوفكم في فيديو جديد، والسلام عليكم.